ازيكم عاملين ايه؟ لو عايز تعرف تحسب سعراتك الحرارية وتعمل نظام غذائي لنفسك بس مش عارف بسبب كتر المعادلات، تعالى اعرفك كل حاجة في الفيديو ده. يلا بينا. اول حاجة قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وفولو وتشترك في القناة. Drop, sit up. All my gang go hard in the gym. Chest press, chest press. All my gang. اول حاجة لازم تعرفها احنا ليه اصلا بنعمل المعادلة بتاعت السعرات الحرارية. الهدف من المعادلة انك تعرف مدى السعرات الحرارية اللي انت بتحرقها في يومك الطبيعي، وعلى اساس المعادلة دي انت هتعرف اذا كنت بتقل ولا بتزيد في السعرات الحرارية على حسب هدفك. تاني حاجة لازم تكون عارفها ان المعادلة بتختلف من الراجل والست. يعني مثلا الراجل المعادلة بتاعته هتبقى وزن الجسم في 24 في 1 صحيح، اما الست المعادلة بتاعتها وزن جسمها في 24 في 9 من 10. الرقم اللي هيطلع لك اسمه البي ام ار. البي ام ار هو بيسل ميتابوليك ريت، او معنى صح معدل سرعة الحرق في يوم. والرقم اللي هيطلع لك هتضربه في الاكتيفيتي ليفل. حاسس ان انا صعبتها عليك؟ طب ما تيجي نحلها ببساطة. 2000 years later. دلوقتي نقول ان انا عندي متدرب وزنه 70 كيلو. طبعا المثل ده الناس كلها مش عارف بيختاروا 70 كيلو ليه، بس انا امك حلو. طيب انا دلوقتي ال 70 كيلو هنضربها في 24 اللي هي عدد ساعات اليوم في واحد صحيح عشان الكلام على راجل، هيطلع لنا 1680. 1680 دي البي ام ار. هنضربها في الاكتيفيتي ليفل اللي هو نشاطك في اليوم العادي. ده بيبقى 3 ارقام، 1.4 لو انت نشاطك قليل، 1.5 لو انت متوسط، 1.7 اللي انت جامد قوي وبتتحرك بسرعه. يعني مثلا نقول اللي واحد بيتمرن وبيروح الشغل، فده هيبقى مثلا هيتمرن 7 ايام، فده مثلا 1.7، يعني الاكتيفيتي ليفل بتاعه عالي جدا. هيطلع لنا 2800، معلش انا كنت قاعد 2856. طيب ده كده السعرات بتاعتك بتاعت يومك. لو انت عايز تقلل وزنك فانت هتنقص 500 تبقى 2305 2000 هتبقى 2356. ولو عايز تزيد هتزود نفس ال 500 بس على الأصلية تبقى 2856. تمام؟ طب لو انا عايز اقل دهون وازيد عضلات في نفس الوقت، طيب احنا طلع لنا الرقم اللي هو 2856. هنمشي في حاجه من النيوتريشن بلان اللي هي خطه التغذيه، حاجه اسمها كارب سايكل. ودي عباره عن ايه؟ ان انت تمشي 3 ايام لو كارب واليوم الرابع هاي كارب. نديك مثال، يعني السعرات الحراريه اللي احنا طلعناها هتبقى هاي بروتين ولو كارب 50 على 100 اللي هي 50% من سعراتك الحراريه المطلوبه، هيديك 1428. طب دي سعراتك الحراريه المطلوبه من البروتين. وانا اعرف البروتين كام جرام يعني دلوقتي؟ اقول لك حاجه، جرام الواحد بروتين في 4 سعر حراري، يعني الرقم ده هنقسمه على 4 هيديني 357 جرام بروتين. انا عارف ان ده الديناصور اللي هياخد 300، هتجيب منين 300 جرام؟ مش عارف حقيقة يا عمي، مش عارف ابدا ازاي يعني. ما تقول حاجه نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. طيب احنا كده حسبنا نسبة البروتين. طيب نرجع دلوقتي للمعادلة الأصلية بتاعتنا اللي هي 2856. احنا كده حسبنا 50% منها بروتين. تعال نحسب دلوقتي 30% كارب. نضرب الرقم في 30 على 100 هيدوني 886. طبعا برضو انت عارف ان جرام الكارب فيه 4 سعر حراري، بعد ما قسمناهم طلع 2750 سعر حراري، والدهون هتبقى 20% فهتبقى 51 جرام سعر حراري. طبعا انت كده عرفت ازاي تحسب السعرات الحراريه بتاعتك وازاي تعمل نظام غذائي بسيط على قدك لغايه دلوقتي. خلي بالك نظام التمرين ده في ناس كتير بتمشي عليه. بس كده ما تنساش تعمل لي لايك وفولو وتشوف كل الفيديوهات اللي هتنزل قريب. سلام.